ايه اللي ممكن يبرد عليكي في الحر ده غير مشروب منعش يتعمل حلو جدا واحسن بكتير من اللي بيتقدم في الكافيهات؟ هنجيب الكنتالوب ونحط عليه علبة زبادي وعلبة ايس كريم صغيرة فانيليا، وهنحط عليه سكر وهنزوده بقى بالحليب، والسكر هنا حسب الرغبة. مش هنحط مية خالص علشان يبقى سموزي كده وغني. هنشغل عليه الخلاط وهنضربه كويس جدا لغاية ما كل المكونات تمتزج مع بعض والسكر يدوب تماما. وعاوزه اقولك بالاضافات اللي احنا حطيناها، لو طعم الكنتالوب مش حلو او ماسخ او طعمه كده مغير شويه، لما بتحطي الاضافات اللي انا حطيتها معاكي بتغير طعمه تماما وبتخليه حلو جدا. هنجهز بقى كوبايه التقديم ونحط عليها صوص كراميل لو كان موجود عندك، وبعد كده هنصب العصير التحفه بتاعنا. وطبعا في الحر ده لابد من شويه تلج علشان يبردوه اكتر واكتر. عايزه اقول لكم المشروب ده لو جربتيه مره طول الصيف هتفضلي تعمليه. انت ممكن تجيبي الكنتالوب وتفرزيه، يعني تقشريه وتقطعيه مكعبات وتشيليه في الفريزر علشان المشروب ده بس. جربيه كده وادعيلي وبألف هنا.